على فكرة انت من غير خبرة انت ولا حاجة. النهاردة اي انسان علشان ينجح في حياته لازم يكون عنده الخبرة، والخبرة الكبيرة قوي في المجال اللي يقدر يشتغل فيه. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا بنديك الخبرة في مجال المقاولات العامة. مجال المقاولات العامة مجال كبير جدا، في مجال التشطيبات ومجال العزل ومجال البوكسي ومجال الانجكشن ومجال السيلت، حاجات كتيرة في المقاولات، وعندك الخرسانات وعندك كل حاجة. احنا بالنسبه لنا بنحاول بنعلمك خبره ان انت ازاي يكون عندك خبره في مجال التشطيبات عامه، من اول تشطيب الدهانات، تشطيبات العوازل اللي عندك لحقن الخرسانات، كل حاجه. ليه؟ عشان احنا بنتكلم في تخصصنا وخبرتنا، عشان احنا فاهمين كويس جدا في الموضوع ده، وبننتج اكتر من 400 منتج لينا في المجال ده. فعشان كده بنقول لك احنا هنقدر نديك الخبره الكافيه والكبيره جدا في المجال المقاولات والتشطيبات. وكمان احنا بنديك التوكيل ده لشركه سجال، احنا بنديهولك علشان انت تقدر تقف على رجلك وتقدر تشتغل وتقدر توزع في المنطقه اللي انت قاعد فيها، بتوزع المنتجات دي. يبقى انت عندك منتجات كلها تقدر ان انت توزع منها وتكسب منها وتكون تاجر شاطر، وفي نفس الوقت يكون عندك الخبره الكبيره قوي انك لو دخلت مشروع تقدر ان انت تنفذه من خلالك، وتقدر كمان ان انت تورد من خلالك. يبقى انت كده ضربت عصفور بحجر، عندك الخبره الكبيره وعندك المنتجات اللي هي الحصري ليك انت اللي تقدر تشتغل من خلالها واحنا هندربك فيها. طيب لو انت عايز عربيه، عندنا عربيات الشركه بنديها برضو تقدر ان انت توزع من خلالها. طب انت عايز يكون ليك مقر ومركز تلوين تقدر تشتغل من خلاله، برضو بتشوف المكان اللي هو عندك، وبنبدا ان احنا نساعد بعض ونقف جنب بعض، بحيث ان انت تقدر تدفع نفسك لقدام وتقدر ان انت تشتغل ويكون عندك خبره في المجال اللي احنا بنتكلم عليه. بس اهم حاجه لازم يكون عندك اصرار، لازم يكون عندك عزيمه، لازم تتعلم ولازم تفهم عشان تقدر تطلع لقدام وتوصل للمرحله اللي انت عايزها. مفيش واحد قاعد على الكرسي مستني الفرصه، الفرصه ما بتجيلوش، الفرصه بتيجي صغيره قوي وانت بتكبرها وتوسعها عشان تكون فرصه كبيره ليك. محدش هتنزل عليه حاجه من السماء ويقول لك الفرصه انا مستنيها، انسى الكلام ده. اسعى واجتهد عشان تشتغل في اي مجال، مش عندنا احنا بس.